السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 4 أشياء تجعلك تعرف أن الله عز وجل راض عنك. نعرف ده إزاي؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بداية كتير من الناس بيقولوا إزاي نعرف إن ربنا راضي عننا، أو إزاي نعرف إن ربنا بيحبنا. أولا، مسألة رضا الله عز وجل هذا من علم الله لا يعلمه إلا الله. ما أقدرش أقول إن فلان ده ربنا راضي عنه أو فلان ده ربنا ساخط عليه، فهذا من علم الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مبشرات تعرفنا إن ربنا راضي عن فلان، أو إن أنت تشعر من جواك أو تشعري من جواك إن شاء الله ربنا راضي عنا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، نعرف ده إزاي؟ من خلال 4 مبشرات. إيه هم؟ أول حاجة، كان واحد من السلف بيسأل شيخه بيقول له أنا بحب ربنا، فازاي أعرف إن ربنا بيحبني؟ فحط له القاعدة الجميلة دي. قال له إيه؟ قال له إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. الله أكبر. دي قاعدة تريحنا كلنا تماما. بمعنى أنا دلوقتي عايز أعرف ربنا راضي عني ولا مش راضي عني، بيحبني ولا مش بيحبني. الله، ده أنا قاعد دلوقتي بذكر الناس بالله، ده أنا قاعد دلوقتي مخصوص عشان أسجل لناس حلقات أخد بإيديهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وفي غيري الآن في نفس التوقيت ممكن يكون بيسجل حلقات عشان ياخد الناس إلى معصية الله سبحانه وتعالى، أو ياخد الناس إلى كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده مقامه وده مقامي، وحضرتك دلوقتي وحضرتك قاعدين دلوقتي مخصوص عشان تشوفوا مقطع بيذكركم بالله، وغيركم الآن قاعد بيتفرج على حاجات تبعدوا عن ربنا. يبقى ده مقامكم وده مقامهم. وضحت كده؟ ربنا أقامكم في الصلاة بتصلوا، وأقامك في ان انت محجبة، وأقام حضرتك في ان انت بر بوالديك، وأقام حضرتك في ان انت ما شاء الله عندك يعني إحسان إلى الزوج والأولاد. فده مقامكم عند ربنا. وفي المقابل ممكن تلاقي واحدة تانية يعني عياذا بالله مقيمة على إيذاء الزوج وعلى الإساءة لأولادها، أو واحد مثلا مقام على عقوق الوالدين، أو واحد مقام على إنه بياكل حرام وحضرتك بتاكل حلال، وهكذا في كل شيء بقى. سواء حضرتك مثلا بتصلي ما شاء الله، بتذكر الناس بالله، بتقرأ في كتاب الله، بتذكر المولى عز وجل ولا تغفل عن ذكر الله، بتفعل كل خير وحضرتك بتفعلي كل خير، ده مقامكم عند ربنا. ودي بشرى من عند الله بأن ربنا راضي عنكم وبيحبكم. ادي البشرى الأولى. طب والبشرى الثانية؟ صلى على حبيبك بقى، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. البشرى الثانية هي الحسنة بعد الحسنة. لأن ممكن أعمل حسنة ثم أتبعها بسيئة وسيئة وسيئة، لكن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعد الحسنة. دي أنا بعملها بإرادتي، أنا فقط باخد بالأسباب، إنما الذي يوفقني لذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في كل عمل من أعمال الدنيا أو الآخرة لازم نقدم الاستعانة بالله، لأن احنا من غير تقدير ربنا وتوفيق ربنا وإعانة ربنا والله ما نعرف نعمل أي حاجة. صدقوني، الذي أقامنا وإحنا بنصلي كده بين إيديه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أقامنا في هذا. وإلا طب ما أنا ممكن أكون رايح أصلي الجمعة مثلا يعني تمام، والعربية تعطل أو يحصل مشكلة أو الإزاز يتكسر أو وأفضل واقف متعطل في الشارع، لكن الذي وفقني ووفقكم للوصول للمكان الطيب ده هو الله سبحانه وتعالى. ما أنا ممكن أكون رايح أعمل حاجة لطفل يتيم وأتعطل ويطلع لي أي مشكلة، لكن الذي يوفقني أن أنا أوصل له هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا ممكن أقوم عشان أصلي قيام الليل يحصل لي مشكلة، يجيني مغص، يجيني مرض، يجيني تعب، ما أقدرش أقوم أصلي قيام الليل. يبقى الإعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فمن مبشرات إن ربنا راضي عنكم وإن ربنا بيحبكم إن يوفقكم للحسنة بعد الحسنة. صليت الفرض فيوفقك للراتبة، صليت الراتبة فيوفقك للنافلة، صمت رمضان فيوفقك لصيام الستة البيض،
صمت الستة البيض فيوفقك لصيام الاثنين والخميس، وهكذا الحسنة بعد الحسنة. ده من ضمن علامات رضا المولى عز وجل عنكم وحب ربنا ليكم سبحانه وتعالى. البشرى الثالثة هي الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. بمعنى الرؤيا الصالحة من المبشرات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ايه المقصود هنا؟ ان حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية كانت كام سنة؟ 23 سنة، قعد منهم 6 شهور فقط يرى رؤيا صالحة، وكانت رؤيا تأتي كفلق الصبح. تمام؟ طب 6 شهور لما نحسبها بالنسبة ل 23 سنة تطلع قد ايه؟ 46 جزء. فالنبي عليه السلام بيقول لك الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما تشوف رؤيا صالحة، وفي الغالب بتكون في الوقت اللي قبل الفجر، ولذلك من السنة ان حضراتكم لما تعوزوا تصلوا قيام الليل هنصلي في الثلث الاخير، ولكن نترك جزء بسيط قبل الفجر نريح فيه تريحة بسيطة، بس نضمن ان احنا نقوم للفجر، لان الاصل ايه؟ الاصل هو صلاة الفريضة. لان في الجزء البسيط اللي بنريحه ده، ويكون حد جنبنا مثلا يقومنا كده عشان نصلي الفجر، في الجزء البسيط ده بفضل الله تروا فيه في الغالب الرؤيا الصالحة في هذا الجزء اللي قبل الفجر. فالرؤيا الصالحة ان انا اشوفها لنفسي، او ان حد من الناس الصالحين او من الصالحات يشوف لي تلك الرؤيا ويقول لي انا شفت رؤية كذا. تمام؟ وإن كنت أنا عن نفسي ليس عندي أي قدرة على تعبير أو تفسير الرؤى والأحلام، لكن أنا بتكلم عموما يعني. فالرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، هذا من مبشرات رضوان الله عز وجل على العبد، ومن محبة الله عز وجل للعبد إن يجعله يرى رؤيا صالحة. رؤيا صالحة تبشره بقى، مثلا يرى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم يبشره ببشرى خير، يرى نفسه داخل الجنة، يرى نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى وهو يعني بيستمتع يوم القيامة بصحبة الصالحين في الجنة، برؤية النبي في الجنة، وهكذا. رؤيا صالحة يراها العبد أو ترى له، حد يشوفها له. آخر حاجة من البشريات الأربعة أن تكون أنت وأن تكوني أنت راضين عن قضاء الله عز وجل. الله. ولذلك سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه لقى واحد واقف بيصلي، فهو واقف بيقول ايه؟ بيقول يا رب اللهم ارضى عني. واقف عمال بيدعو، عفوا واقف بيدعو، فبيقول اللهم ارضى عني. فقال له الحسن يا هذا لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. قال له سبحان الله، أنا العبد الفقير أرضى عن الله، كيف يكون ذلك يا حسن؟ قال له إذا سررت، يعني كنت مسرور، إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. الله، شوف قد ايه. يبقى إذا الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل، وهذا من توفيق الله، لأن ممكن الإنسان يصاب بمصيبة أو ببلاء أو بمرض أو بأي حاجة فيعترض على قضاء الله عز وجل، بل ممكن يتسخط ويقول كلمات عياذا بالله يعني تضيع كل حاجة. فمن توفيق ربنا إن ربنا إذا ابتلى العبد يرزقه الصبر والرضا. بل أهدي لكم حديثا، ده لازم بقى تصلوا على النبي بجد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، حديث في غاية الروعة والجمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. ربنا كتب لحضرتك أو لحضرتك إن أنت أو أنت من أهل الفردوس الأعلى، بس أعمالكم مش موصلة، أو أعمالي مش موصلة للفردوس. إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله. طب الحل بقى، طب ربنا كتب المنزلة دي، هل ممكن يرجع بقى في العطاء ده؟ حاشا لله. الله عز وجل إذا وعد لا يخلف أبدا سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل كتب لفلان منزلة في الجنة في الفردوس الأعلى، أعماله مش موصلة الفردوس، فلا يزال الله، ده بقية الحديث، فلا يزال الله يبتليه. ممكن يتسخط يا رب، قال لك لا، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. الله أكبر. شوفوا بقى المعنى الجميل، يعني واحد أو واحدة ربنا كتب له إن هو من أهل الفردوس، أعماله الصالحة ما توصلوش للفردوس، يا دوب يخش الجنة في أدنى منزلة في الجنة. طيب بس ربنا كتب له الفردوس وأعماله مش موصلة، فربنا يبتليه بابتلاءات، ومع الابتلاءات يرزقه نعمة الصبر والرضا. يبقى من الذي أعانه على الرضا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيرزقه الله الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. أول ما يوصل لدرجة الفردوس الأعلى يأمر الله الملائكة فترفع البلاء عن هذا العبد. يا سلام،
نعمة من نعم ربنا. يبقى إذن البشريات الأربعة اللي تجعلك وتجعلك تعلمون جميعا أن ربنا راضي عنكم وبيحبكم. رقم واحد، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. الحاجة الثانية الحسنة بعد الحسنة، يعني التوفيق لعمل الحسنة بعد الحسنة. الحاجة الثالثة الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. آخر حاجة أن تكون أنت راضيا عن قضاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنكم وأن يحبكم وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.